كنت فعلا او ما زلت برضه شخصيه او قدوه لطلبه كتير او مهندسين كتير. عايزين نعرف مين القدوه لحضرتك او الشخصيه اللي كانت برضه مثل اعلى لحضرتك يعني. والله بالنسبة للقدوات في على تاريخ حياتي كتيرة جدا. بدأت يمكن من جدي. اه جدي وانا كان جدي يعني يمكن توفى وانا عندي 4-5 سنوات بس. رحمه الله عليه. ومع ذلك افتكر له ان هو كان اول موجه ليا في التعليم. ده دور المنتور، لازم في التعليم منتور او موجه. يعني انا كنت صغير جدا عندي 4 سنين. بهرب من البيت ويروح يدوروا عليا وكلام من ده. اقول له انا كنت في المدرسه. اه كنت اقعد على السور بره كده على رصيف بره. والمدرسه كان زمان بقى يقعدوا يقولوا 1 2 3 وانا اقول وراهم. قال لهم في المدرسه كان بيقولوا 1 2 3. فجدي فعلا كان هيضربوني. لا جدي خدني فعلا وركبنا حنطور وجاب لي صينيه بسبوسه كبيره واداني الكتاب وجاب لي لوح اللي هو الاردواز ده والطباشير اللي هو ما بيلوثش. وكان لما اقعد على القهوه يجيب لي كراسه واستيكه وقلم. فعلا القدوه الحقيقيه لجدي ان فعلا علمني من البدايه خالص يعني تعليم. زرع في حضرتك حب التعليم اصلا. بالظبط كده بالظبط. وبعدين طبعا والدي طبعا الله يرحمه رحمه الله عليه. والدي يمكن قال لي جمله واحده. واللي في حياته كلها قال لي جمله واحده فعلا بعتبرها برضه دي يعني كلمه مهمه نقطه تحول يعتبر لكل جيل. قال لي كلمه واحده: اما تيجي تتكلم قبل ما تتكلم فكر دقيقه واحده، فكر ثانيه واحده، قبل تقول كلمه فكر ثانيه واحده. ودي الحقيقه دي نصيحه حضرتك بتقولها لنا دايما. بالظبط في الهندسه فعلا بقول لكم قبل ما تحل المشكله شوف روت المشكله فين، شوف اساس المشكله فين. اذا لقيت الاساس هتحل المشكله. وفعلا دي مهمه جدا. الجمله دي الحقيقه لو كل بني ادم طبقها مفيش مشاكل. كل بني ادم قبل ما يتكلم الكلمه كده يحس هو هيقول ايه. مفيش مشاكل. كل المشاكل بتيجي من ايه؟ هي انت بتطلع كلمه مش معبره او كلمه مش في وقتها او حاجه زي كده ويندم عليه بعد كده. بالظبط كده. ده طبعا والدي وجدي دول فعلا ما ننساهمش في حياتنا. طبعا والدتنا مفيش كلام. والدتنا مفيش كلام دي اعلى قدوه فعلا. وانا بعتبر اي انسان ناجح امه دعته. دعوته. مفيش انسان مش ناجح كانت امه مش راضيه عليه. وده يعني كلام ربنا. يعني كلام ربنا مفيش كلام. فوالدتي برضو طبعا في الاساتذه اللي درسوا لي في نخبه عظيمه جدا 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 اكون لها كل احترام. منهم اللي توفى الله يرحمه ومنهم اللي عايش. يعني يمكن اكتر واحد قدوه ليا الدكتور حمدي عبد العزيز. استاذ دكتور حمدي عبد العزيز ده استاذ كيميائيه في جامعه القاهره. وده يمكن درس لنا في مرحله البكالوريوس للاسف بس سنه واحده. ولكن هذا الانسان كان بيدرس في الكليه في جامعه السويس. في الكليه طبعا. كنا طلبه في شبين. كانت الكليه مهاجر في شبين. وكان هو يعني من شبين تقريبا. وكان هو استاذ في جامعه القاهره. والحقيقه كان قدوه ما بعدها قدوه. هذا الانسان يمكن لحد الان عايش. الله عايش ربنا يديله الصحه. هذا الانسان في تواضعه في علمه في اخلاقه ده كان قدوه. ويمكن اخذت المواد بتاعته. يعني انا ماده تصميم اجهزه دي او عمليات مشتركه الحقيقه دي هو اللي فعلا يعني ايه كان بيدرسها. طبعا كان يخش لا ورقه ولا ورقه ولا قلم كده على طول يقلع الجاكيت ويخش يشرح. كنت فخور بيه جدا ان انسان فعلا علمي اكاديمي. واللي هو كمان جاي من الصناعه. كان قبل ما يشتغل استاذ كان في مصنع نجا حمادي لتكرير السكر. فكان الحقيقه يعني ايه قدوه ممتازه جدا. برضو استاذ ثاني الدكتور احمد شوقي الله يرحمه استاذ في جامعه عين شمس ميكانيكا. برضو كان من الاساتذه اللي هم درس لي نقل وتخزين. برضو من الناس اللي هو يعني مش استاذ اب فعلا اب وصديق. احنا كنا نخلص المحاضره وهو كنا في السويس. كما درسنا في السويس. كنا نخلص محاضره وناخده نركب معاه الاتوبيس ونوصله لحد محطه القطر ونسلم عليه. وهو جاي نستناه. هو صديق وصاحب بالظبط كده. وطبعا بعد ما اتخرجت قبل ما اتخرج هو كان بيدينا في 3 ماده. قبل ما اتخرج في سنه 4 اداني مشروع تصميم خط انابيب هوت بايب لاين باسوس القاهره. قبل ما اتخرج. وقعدت طبعا فتره التخرج بتاعتي او وانا لحد ما توفى على اتصال بيه الى توفى. والحقيقه كمان من حظي ان هو ساكن في نفس الشارع في القاهره.
في نفس كان الشارع جنب حضرتك. اخر الشارع كان ساكن هناك، ودي مم. يعني من الصدف اللي هي محببه ليا جدا جدا. ما شاء برضه الله. في الصناعه ليا قدوات كثيره جدا حقيقه، اكترهم يعني الدكتور علي نزيه، ده كان شيرمان شركه سومد، كان صديق عزيز جدا، وكنت احب فيه ان هو برضه رئيس شركه سومد ومش محتاج اي مبالغ، يعني باخد مرتب خيالي، ومع ذلك كان يجي جامعه الازهر واروح معاه جامعه الازهر ونشتغل في المشاريع هناك، والفلوس حتى اللي كانت بيجي لنا نديها للعمال. حبه للعلم الحقيقه كان فوق الحدود، وكان طبعا اسمه علي نزيه، هو كان نزيه وكان باشا، يعني الناس اللي بحبوه جدا يعني في الصناعه. برضو المهندس احمد فوزي الله يرحمه، مدير شركه النصر البترول، برضو من الناس الافاضل. كان في مهندس وحيد سالم، حاج وحيد سالم، ده ما كانش مهندس بس مهندس، يعني مهندس. هذا الرجل قدوة قدوة قدوة، حبه للشركة فوق الوصف. نبقى كنا قاعدين في نادي شركة النصر كده، قاعدين بالليل في النادي نشرب شاي ونتكلم، والمحافظ قاعد معانا وكلام من ده، أبص عليه قام خرج، إيه يا حاج راح فين؟ راح أبص على الشعلة بتاعت الشركة. شعلة الشركة دي هي قلب الشركة، ما الشعلة مظبوطة يبقى كل نظام الشركة مظبوط. بص على الشركة ويرجع. هذا الإنسان برضه يحيى كان قدوة. الناس دول فعلا ليهم بصمات مهمة جدا جدا في حياتك. ده اللي بنقوله يا دكتور فعلا، اللي هو حتى كل واحد يجتهد ان هو يكون قدوة، لان غيرك فعلا هو عينه عليك. بالظبط. وهذا الانسان كلهم الحقيقة من الناس اللي هم متواضعين جدا وما خدوش اي حاجة. كان المحافظ السويس هو يقول للحاج وحيد، يا حاج وحيد خد لك شقة، انت يعني شيرمان الشركة وكل الناس بتاخد شقة. يقول له لا، انا عندي شقة في القاهرة خلاص، وقعدنا لحد ما امشي من الشركه. متشكر جدا. فالناس دي الحقيقه يعني سابت بصمات كبيره جدا جدا في حياتنا، واتمنى ان كل مهندسينا يكونوا على هذا المنوال. تمام يا دكتور، يصير فعلا ان القدوه هي محل تاثير كبير جدا جدا.